تصريحات يانيك فيريرا مع شوبير امبارح نشر حاجاتنا وكلوتاتنا وغسلنا القذر. ما علينا. عايز اسألك سؤالين في الكومنتات تجاوب عليهم لو انت اول مرة تتفرج عليا او تتفرج عليا في الموضوع. ما هو رضاك على جون ادوارد في نادي الزمالك المدير الرياضي؟ وما هو رضاك على مجلس ادارة نادي الزمالك؟ لو انت شايف ان الاتنين دول لا، يبقى دي مشكلة الزمالك الحقيقية، ولا لعيبة ولا مدرب ولا هي دي مشكلة الزمالك. تعالوا نتكلم في الموضوع ونصلي على النبي ونزيد النبي صلاة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتقول لي وجهة نظرك في الكومنتات ولايك الفيديو مهم جدا. طيب، من وجهة نظري يانيك فيريرا عمل حاجة زي ناس كتير جدا جدا مسك الزمالك عملوها. انا غصبوني ومسكوا الحزام وقطعوني ومعرفش ايه وضغطوا عليا ان انا اخد اللعيبة دي. انت وافقت على اللعيبة وانت موجود في النادي، اتحسبوا عليك وفشلت بيهم. اذا انت راجع تعيط بعد ما مشيت. كان نفسي يبقى عندك شخصية ذكر بونت كده جامد. لا والله انا مش هكمل في النادي علشان اللعيبة دي انا مش عايزها، والنادي بيغصب عليا اللعيبة دي. وهو قال هو اللاعب الوحيد اللي وافق عليه خوان بيزيرا، هو ده اللي خدوا رأيه مثلا. هي دي مشكلتك، انك مدرب فاشل ما عندوش شخصية من وجهة نظري. ليه؟ لو عنده شخصية كان اول لما عرضوا عليه اللعيبه لا والله انا مش عايز. طبعا الناس تقول لك بقى كابتن شوبير طالع في برنامج جديد اسمه الناظر فعايز يعمل ارضيه. طبعا الكابتن شوبير لو ما استفزش جمهور الزمالك هيفشل. يعني البرنامج لما المفروض سخونيه هيفشل، والله بجد هيفشل، ما حدش هيتفرج عليه. هو دخل، هو كان بيتكلم على الزمالك وهو في قناه الاهلي ليه؟ عشان البرنامج ينجح. وبعد كل ده مشوه بعد ما صرفوا على البرنامج ملايين الملايين. فهو الكابتن شوبير لازم يستفز الزملكاويه عشان البرنامج ينجح بس. يعني الزمالك هو بينجحه بس. يعني خير كابتن شوبير او خير الزمالك على كابتن شوبير. عشان الناس تقول لك ايه، هو ما استضافش كولر ليه؟ سيف كولر اللي جماهير الاهلي مسحت بيه الارض امام سان داونز السنه اللي فاتت، ورموه بالازايز وبهدلوه في لقطه معبره عن لقطه غير اخلاقيه، وجماهير ما بتمرش فيها حاجه ونادي ما بتمرش فيه حاجه. كولر اللي مسحوا بيه الارض امام سان داونز بعد ما جاب لهم بطولات قد ايه. هيستضيفوا كولر ويقولوا له ايه رايك في اللي عملوه في الجماهير الاهلي مثلا، اللي هي اكبر جماهير على وجه الارض واكبر جماهير له و50 60 و70 80 و90 مليون، ما اعرفش ازاي. يعني اكيد ما حدش هيستضيف كولر يعني. وبعدين هم ما حدش يقدر يعمل كده غير باذن من الكابتن الخطيب مثلا او يعني ما حدش يقدر يعمل كده. ما حدش يقدر يشوه صورة النادي الاهلي. يعني قبل كده ابراهيم فايز استضاف امير عزمي مجاهد بعد ما مشي من الزمالك تاني يوم وخرب الدنيا وقطع الدنيا. الوحيد المحترم الكابتن حازم امام باك يمين نادي الزمالك السابق، بعد ما مشي قال لك انا مش طالع في القناه وراح في حته وراجل سكت. ودي النماذج الزملكاويه اللي احنا بنحبها. يعني بعض تصريحات يانيك فيريرا بيقول لك الزمالك لم يعلن بشكل مباشر ان رحلت، وعلمت هذا الامر من بعض الصحفيين. يعني مدرب ما عندوش شخصيه. لو انا مسؤول وشايف ان المدرب اللي قدامي بيوافق على بعض الحاجات، اذا هو يعني ما حدش هيديله اي اهتمام ولا اي حاجه. بيقول لك الزمالك قام بطردي من الفريق ولم يتم اختاري بالرحيل. جون ادوارد لم يتدخل ابدا في اختيار اللاعبين او التشكيل. طب كويس. لم اقم بضم اي صفقه جديده للفريق سوى خوان بيزيرا. جاي تقول كده بعد ما مشيت؟ طب ما قلتش كده وانت موجود ليه؟ يعني ده سؤال مهم جدا بجد. قرار دفع محمد السيد كان دعم للاعب وحمايته. دعم ايه وحمايه ايه لواحد متمرد على النادي؟ لاعب متمرد على النادي عايز تنجمه وتخليه يشوط ضربه جزاء. انت هنا دي كويسه، ده اهم حاجه. بيقول لك لم استطيع تحليل مباراه الاهلي بسبب عدم دفع السداد الفواتير.
بيقول لك يعني كان عايز يحلل ماتش الاهلي، في شركه بتاعه تحليل، لو دخلت على اليوتيوب كتبت مباراه الاهلي السابقه اللي قبليك واللي قبليها واللي قبليك، هتتفرج عادي جدا على ملخص، وعلى هتلاقي ماتشات كتير جدا، وهتلاقي حاجات كتير جدا جدا للاهلي. يعني ده اي حد كده عريان ممكن يعمل، يعني اي حد كده بربع جنيه يعملها، بباقه ب5 جنيه ونص، فليكسات، شويه فليكسات كده، تحلل ماتش الاهلي وتحلل الاهلي. لكن انت بتدور على حجج فاشله، لان حضرتك مع احترامي ليك مدرب فاشل. بتزعلك يا فاشل يا فاشل يا فاشل. قال لك اصبحت لا افكر في الزمالك نهائيا، ولا احنا بنفكر فيك، ولا عايزين نفتكر الفتره اللي انت كنت موجود فيها، ويا جدع الجزيري بيسجل اهداف وانت كنت معاده بره خالص بلا نيله. قدمت شكوى في الزمالك اللي فيه حصول على مستحقاتي، ولدي استعداد لتسويه المستحقات بشرط ما اعرفش الجديه، ما اعرفش. عايزين نقول حاجه مهمه جدا جدا بقى. انا انك فريق مش عايز اتكلم عليه، لان هو ما بحبش المدربين ضعيف شخصيا، ضعيف، فهو طالع بيحاول ينجم نفسه عشان يشتغل، وان الزمالك هو اللي فشله. مع اعتقد يعني هو مدرب فاشل، كان مصر على بعض اللاعبين وبعض الحاجات بيعملها. بس عايز اتكلم على اي حد بيخرج من الزمالك لازم تلاقي مشكلة في الفيفا. اي حد بيخرج لازم تلاقي مشكله في الفيفا، ما بيعرفوش معكش فلوس، الدنيا ضنك. مدرب مصري وفر الفلوس اللي هتديها لمدرب اجنبي، هات بيها لعيبه تنجح مدرب مصري، سهله جدا وبسيطه جدا، سهله جدا وبسيطه جدا. يعني كل لما نخسر ماتش يقول لك مدرب اجنبي، عايزين مدرب اجنبي عشان اللعيبه دي محتاجه مدرب اجنبي، فنجيب مدرب اجنبي فيمشي، نمشيه، فنجيب مدرب غيره، فنجيب لعيبه فاشله زي اللعيبه اللي موجوده، فبنقعد نغير مدربين اجانب، واحنا اللعيبه الكواليتي هو. فعايز اقول ان الزمالك عنده اداره فاشله بصراحه. انا لو انا لو انا حد قال لي ايه رايك في صفقات الزمالك، اقول لك كلها سمسره، ونفس اللي بيحصل كل سنه بيحصل، زي زياد كمال ومشلاك ومحمد حمدي ومعرفش مين، واللعيبه اللي تحت السن ومتيابه ومعرفش مين، والاسهال بتاع الصفقات الفاشله دي، نفس الكلام بيحصل. نفس الكلام، بتروح تجيب 10 صفقات منهم 4 ولا 3 كويسين والباقي زي الزفت. هل دي انا اصدقها ان مجلس الزمالك او المدير الرياضي او بيغصبوا لعيبه على الجهاز الفني؟ اصدق ان في حاجات الحته وحشه بتحصل في الزمالك. اصدق ان في حاجات حمضانه بتحصل في الزمالك. من الاخر، من الاخر، ما بحبش اضحك على الناس، ده اللي انا شايفه، وده اللي هفضل عمري شايفه. لما تجيب لجنة كورة ملهاش دعوة بمجلس الإدارة، ولجنة الكورة هي اللي تختار اللعيبة وتدور على لعيبة، ومحدش من مجلس الإدارة يقعد معاهم، تعملي لجنة كورة فيها مجلس الإدارة وتحط معاهم طارق السيد، وبعد كده تمشيه وتلغي لجنة الكورة وتجيب جون إدوارد بعد ما خربت النادي. يعني موال يعني معروف يعني. اعتقد ان كابتن شوبير هو ده اكل عيشه نادي الزمالك، لو ما اتكلمش على الزمالك يقعد في البيت، ده مليون في المية يعني. محدش يقدر يستضيف كولر، محدش يقدر يستضيف ناس كتير جدا 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 اتبهدلت في الاهلي، محدش يقدر يستضيفها يعني. اعتقد ان الزمالك يحتاج الى مجلس ادارة، بس محتاج تطهير، تطهير كامل. ده هيحصل؟ لا، شكرا. يعني مشكله الزمالك مش مدرب، مش لعيبه، مشكله الزمالك مجلس اداره عنده ضمير، ناس عندها ضمير بتحب النادي. ومحتاج لعيبه طبعا، لان الكواليتي ده مش لعيبه عدله، لا خالص. هذا ما لدي عن تصريحات يانيك فيريرا مع شوبير، اللي ما يقدرش يجيب كولر علشان اسياده ممكن يزعلوا منه وممكن يقعدوه في البيت، فنفضح مين؟ الزمالك. عندنا مشكلة كبيرة، ما بنعرفش اللي داخل يبقى مبسوط، ولما يجي يخرج يبقى مبسوط. نفسي اللي بنجيبه يبقى مبسوط، ولما يجي يمشي يبقى مبسوط برضه، يبقى مبسوط برضه. هذا ما لدي، فيديو لايك وجهة نظر في كومنتات، جاوب على السؤالين اللي سألتهم لك،
واشترك في القناة وفعل زر الجرس مهم جدا. سلام.